بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنحل الهومورك بتاع التو ليسنز اللي فاتوا. احنا المره اللي فاتت حلينا الاسسمنت، كانش لسه الكتاب جاهز، فهنحل الهومورك بتاع التو ليسنز اللي فاتوا اللي هم الميجرمنتس والدايمنشنز فورمولا. ويلا بينا. الكتاب هيبقى معاك من فضلك واحنا بنحل. المفروض انك سبقتني حليت وبعدين بتشوف الصح ايه والغلط ايه. يلا بينا. Question 1 بيقول لي the fundamental physical quantities from the following. احنا عرفنا الفاندمنتال يا جماعه هم 9، تعالوا نقولهم بسرعه. mass length time ودول اللي هنشتغل عليهم في الدايمنشن فورمولا. luminous intensity و current intensity. temperature و quantity of matter اللي هو المول. واخر حاجه الراديان والستريديان اللي هم الانجل البلين وال3 دي. فبنقول the fundamental physical quantities from the following are. نروح لاول واحده length. صح لكن الاريا غلط. اللينس تمام لكن الاريا لا، فيبقى ده ما ينفعش. الفيلوسيتي اصلا ما ينفعش، واكيد الاكسلريشن ما ينفعش. الماس صح لكن الفوليوم غلط. التايم صح والماس صح، يبقى الانسر بتاعتي دي. question 2 بيقول لي the derived هي اي حاجه مش fundamental. ف derived physical quantities from the following are. تعالوا نبصوا. الفيلوسيتي derived لكن الديستنس لا، لان هي اللينث. والتايم لا طبعا. الماس لا، الدنستي والفوليوم الورك يس والفورس يس لكن اللينث لا. الفورس يس والفوليوم يس والدنستي يس، يبقى الانسر بتاعتي دي. Number 3 a common feature in the French لو الجيشن system and the British system and the metric system. ايه هو اللي موجود في الثلاثه؟ من غير ما ابص هندور على السكند. كانوا مختلفين في كل حاجه ما عدا السكند تايم سكند. هو ده الانسر بتاعي. تعالوا نروح للكويشن نمبر 4. بيقول in the following figure the metallic coin rolls over a graduated ruler with a certain scale. يعني خدنا الكوين ولفيناه كده فوق الرولر. طيب completing 2 rotations يعني لف كام لفه؟ لفتين. So the circumference of the coin كام؟ هو عايز السيركمفرنس اللي بره ده. طب هو السيركمفرنس ده اتحرك من اول هنا لغايه هنا صح؟ لا، بتحرك مرتين. طب ما تيجي نحسب المسافه اللي اتحركها الاول. شايفين الرقم ده؟ ما نعرفش كام. بالراحه، مش البوينت دي في النص. بين 0 و 5 اللي في النص يبقى 2.5. طب هي قبليها بواحده يبقى البوينت دي 2.4. تمام؟ تعالوا الرقم الثاني اللي واقف عنده ده. بين ال 15 وال 20 اللي في النص اسمها 17.5، يبقى اللي قبلها على طول كام؟ 17.4. طب هو مشي من اول هنا لغايه هنا، يبقى مشي قد ايه؟ بعمل ايه؟ باخد ال 17.4 ماينس ال 2.4، الكلام هيطلع 15. هو ال 15 دول قد ايه؟ قال لي والله 2 ريفوليوشنز، يعني الريفوليوشن الواحده ممكن اعملها ديفايدد 2 تطلع كام؟ 7.5. طب هو الريفوليوشن واحده دي مش هي السيركمفرنس صح ولا ايه؟ يبقى السيركمفرنس اللي بسأل عليه هو 7.5 سنتيمتر. فاهمين قصدي؟ طيب السؤال نمبر 5 سؤال سهل جدا. بيقول the most accurate instrument for measuring the full time of a body. واحد بيقع من فوق لتحت عشان اعرف اقيس الوقت. البدايه صح والنهايه صح، لازم يبقى معايا الستوب ووتش اللي هي الانسر سي. تمام؟ question number 6 بيقول the suitable tool for measuring the mass of a golden ring. احنا عرفنا ان احنا بنقيس الماس بالسكيل، وعندي كذا نوع من السكيلز. عندي الرومان بالانس، وعندي التو بان سكيل، وعندي الديجيتال سكيل او الوان بان سكيل، وعندي السنسيتيف اسمه سنسيتيف بالانس. وليه سموه سنسيتيف؟ عشان هو بيقيس الحاجات الصغيره جدا زي الجولدن رينج، وهتبقى هي دي الانسر ايه بتاعتنا. 3 metallic cylinders have different external diameter. A vernier caliper is used to measure the diameter of these cylinders shown in the following figure. طيب ده واحده ودي واحده ودي واحده. عايز ايه؟ بيقول لي in which of these figures the diameter of the cylinder is 2.96. تعالوا نفتكر مع بعض ازاي بنحسب السكيلينج او الميجرنج using vernier caliper. قال لي انا عندي رقمين.
الاول قبل ما اجيب الرقمين انا بجيب اليونت، واليونت دي بلاقيها مكتوبه على الفيرنيال كاليبر، فخلاص اليونت دي سهله. تعالوا للرقم الاولاني اللي هو البيزك الاساسي. البيزك الاساسي بدور على الزيرو موجود فين تحت واشوف هو بيشاور فين فوق، واقعد احسب بقى فوق الحته دي متقسمه كام حته واظبط الرقم بتاعه، ودي سهله اكنك بتقيس بالرولر عادي. طيب الجزء الثاني بجيبه منين؟ قال لي الجزء الثاني بروح ابص بقى على شويه الخطوط اللي على اليمين، بلاقي في خطوط تحت وخطوط فوق. الخط اللي هلاقي اللي تحت قصاد اللي فوق بالظبط هقرا فوق كام ويبقى ده السكند ديسيمال بتاعي. فهمنا الكلام؟ لا ما فهمناش. طب تعالوا نبصوا سوا. اليونت هنا مش موجوده، اليونت هنا مش موجوده، اليونت هنا مش موجوده. طب الانسرز كلها هو عندي قايل لي بالسنتيمتر، يبقى هو محدد لي ان هو اليونت ايه؟ سنتيمتر. طيب تعالوا نبص على الزيرو هنا. هو الزيرو هنا هكبر شويه، بصوا معايا على الزيرو هنا. هو الزيرو هنا بتوين قبل ال 3 والرقم اللي قبليها اكيد ده 2.9، يبقى الرقم اللي قبليها ده 2.9 وده 3، يبقى هو الرقم اللي في النص يبقى 2.9 ده الجزء الاولاني. طب تعالوا نروح للجزء الثاني. انا عايز ادور على الخطوط. الخطوط بالظبط فين الخط اللي تحت ماشي مع الخط اللي فوق؟ فين فين فين؟ اهو عند ال 6 بالظبط، هو ده اللي ماشي، يبقى 2.96. الله، يبقى اول واحده هي الايه؟ الانسر. بس مش هنسيبها وهنروح نجرب التانيين، ما يمكن التانيين كمان نفس الكلام، ممكن يكون عندي اكتر من انسر. ال 3 2.9، الله، يبقى ده كمان اهو عند ال 2.9، ده الجزء الاولاني. طب تعالوا عند الجزء الثاني، تعالوا نبص، لا هنا مش مظبوط مش مظبوط مش ماشي. هنا مظبوط عند ال 7، يبقى 2.97 ده تاني تشويس اللي هو بي. طيب تالت تشويس يلا بينا، واقف برضه عند 2.9 صح، ما بين 2.9 و 3 باخد 2.9. فين الرقم اللي مظبوط فوق وتحت؟ لقيته عند ال 8، يبقى 2.98. يبقى اول واحده 2.96، الثانيه 2.97، الثالثه 2.98. طب هو عايز مين فيهم؟ سوري هو عايز 2.96. طيب in which of the figures the diameter of the cylinder is 2.96؟ احنا قلنا figure A وهي دي الإجابة بتاعتنا. تمام كده؟ الانسر بيقول لي B ولا C ولا the three figures have equal diameter؟ طبعا مش equal diameter، واحدة 2.96 2.97 2.98. طيب يلا بينا نروح على الانترناشونال سيستم اوف يونتس اللي احنا قلنا عليهم ال9 حاجات دول بنقيسهم ازاي، وكمان هندرس هنا حته ازاي تكونفرت من رقم لرقم، واحنا مع بعض هنفتكر الكلام ده. From the opposite figure the measuring unit of confined angle. Confined angle يعني ايه يا ولاد؟ Between two sides A and B، يعني هو كمان افتكر انت مش تفهم يعني ايه confined angle اهي متحدده مش 3D، ممكن يقول عليها plane angle او يقول انجل بس، اللي هي الانجل اللي احنا عارفينها اللي بنرسمها. طب دي بنقيسها بايه؟ بالديجري، بس مش ده الانترناشونال يونت سيستم. الانترناشونال يونت سيستم بنقيسها بايه؟ بالراديان، وانتوا كنتوا خدتوا السنه اللي فاتت ازاي تحولوا ما بين الديجري والراديان، في الانسر بتاعتي هتبقى ايه؟ راديان. طيب question number 9 بيقول in which of the following choices do the length values increase from starting to ending؟ بيزيد. طب تعالوا نبص، 1 سنتيمتر هيروح لل1 الام دي نانو، برافو نانومتر. هو ده كده بيزيد؟ طبعا لا، ده بيصغر من سنتيمتر لنانومتر. طب تعالوا اللي بعديها، المايكرو تمام راح للملي، ده كده بيزيد. والملي راح للنانو، ده النانو اصغر من المايكرو، لا ما ينفعناش. طيب تعالى هنا، النانو راح للمايكرو صح، هو النانو اصغر من المايكرو، والمايكرو اصغر من الملي، برافو، والملي اصغر من السنتي صح، يبقى الانسر بتاعتي لغايه دلوقتي سي. بس تعالوا نقرا دي، الملي راح للسنتي صح، السنتي يرجع للمايكرو، هقول له لا غلط، هو عايز يفضل يعمل انكريزنج، يبقى الانسر بتاعتي سي اللي هو بيطلع على طول من الصغير للكبير. وقبل ما اكمل بعد اذنكم تعالوا نفتكر مع بعض الترتيب بتاع الحاجات. انا عندي متر
او جرام او سكند. دول الاساسيين. طب بعد كده عايز اكبر منهم، والله قال لك عندك كيلو، عندك ميجا، عندك جيجا، مفيش مكان، تيرا كمان اكبر حاجه. طب تحتيهم في ايه؟ قال لي والله في مليمتر. تمام؟ هكتبها ملي بس، وطبعا بتتكتب ام سمول. خلي بالك ان الميجا ام كابيتال. طب بعد الملي قال لي والله في المايكرو. طب المايكرو هيتكتب ايه؟ انا عندي ام كابيتال وام سمول. قال لي هيتكتب حرف الميو اللي هو اللاتيني. طب بعد المايكرو قال لي نانو ان سمول. طب بعد النانو بيكو بي. طب بعد البيكو فهمتوا؟ تمام؟ كل الحاجات ديت الستيب من هنا لهنا ومن 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 هنا لهنا كلها 10 باور 3. طبعا وانت رايح للكبير بتعمل ديفايدد او بتعمل 10 باور 3 بس ال 3 بالنيجاتيف، وانت رايح للصغير 10 باور 3 بالبوزيتيف. طيب في حاجات بقى شويه. قال لي بين المتر والمليمتر في حتتين، واحده اسمها دي سي متر، واحده اسمها سنتي متر. طب السكه دي كانت 10 اهي 10 هم ال 1000 على طول. حلو الكلام. وما ننساش ان انا عندي حاجه اسمها انجستروم، ودي 10 باور نيجاتيف 10 من الايه؟ من المتر. وده حاجه اكسبشن كده. وفي واحده اسمها هكتو بس ما جاتش في الاسئله لغايه دلوقتي. طيب نروح للسؤال اللي بعده. question number 10 بيقول فيمتو سكند ايكوال كام مايكرو سكند؟ افتكروا معايا عشان اطلع من الفيمتو للمايكرو يبقى انا طالع من الصغير للكبير، من الصغير للكبير يبقى الباور بتاع ال 10 بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب من الفيمتو للي قبليها، هو اللي قبل الفيمتو ايه؟ مين فاكر؟ بيكو. طب قبل البيكو في ايه؟ نانو. قبل النانو في ايه؟ المايكرو. كل سكه من دول ب 3. ادي 3 و3 و3 يبقى 10 to the power negative 9. الانسر نمبر بي. السؤال اللي بعده. The radius of hydrogen atom is 0.053 نانومتر. Then it's equivalent to، عايزها بالايه؟ بالمتر. متر وبيقول لي كل اللي فات. ازاي كل اللي فات والارقام مختلفه؟ اكيد مش ممكن. طيب تعالوا بقى نحول من نانو للمتر. هو من نانو عشان اطلع للاكبر شويه هروح لمين؟ لازم ابقى حافظهم. لازم نحفظ الترتيب. من نانو هروح للمايكرو، ومن المايكرو هروح للملي، ومن الملي هروح للايه؟ للمتر اللي هي اليونت الاساسيه. كل سكه من دول بكام؟ ب 3. 3 يبقى 10 باور 9. من البوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ قال لي والله انت رايح من الصغير للكبير يبقى بالنيجاتيف. يبقى المفروض اخد الرقم ده 0.053 تايمز 10 to the power negative 9. يا مستر ده مش موجود. والله للناس اللي عايزه تبصمج اكتب الرقم ده ودوس اس دي هيطلع لك واحد من دول. طب الناس اللي عايزه تفهم بقى، قال لي والله الناس اللي عايزه تفهم موضوع سهل جدا وخدناه في ثانيه ابتدائي. هو الرقم ده عشان يبقى 5.3 مثلا، عشان يبقى 5.3 يبقى هتحرك هنا 2. صح الكلام؟ الاثنين دول مش عباره عن 10 باور نيجاتيف 2؟ يبقى هيبقى 5.3 تايمز 10 to the power negative ايه؟ 11. صح. خلي بالك وركز معايا. نرجع تاني. الرقم الاساسي اللي احنا طلعناه كان 0.053 تايمز 10 to the power negative 9. طب يجي واحد تاني يقول لي لا انا مش هتحرك 2، انا هتحرك واحده بس. واحده بس يبقى هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 1. يبقى 0.53 تايمز 10 to the power negative 10. يبقى دي كمان صح. يبقى الاجابه من غير ما نبص قول البريفيس، بس احنا هندرس الثالثه كمان. يلا بينا ندرس ثالث واحده. ثالث واحده الاساسي بتاعها كان ايه؟ الرقم اللي احنا جبناه 0.053 تايمز 10 to the power negative 9. طب انا هتحرك هنا قد ايه؟ قال لي والله بص حضرتك هو اخد البوينت هنا، يبقى انا هتحرك 1 2 3 يبقى هعمل تايمز 10 to the power negative 3.
ادي الباور كده نيجاتيف 9 ونيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 12 ولا لا؟ يبقى هي 53 تايمز 10 باور نيجاتيف 12. يبقى الانسر دي كمان صح، يبقى الانسرز كلهم صح. طب يا مستر انا مش شاطر في الماث، احنا مش حصه ماث جاي امتحنك في الماث، نعمل ايه؟ حبيبي معاك الكالكوليتر. اكتب الرقم اللي انت عامله صح، يعني خد الرقم ده اعمله تايمز 10 تو باور نيجاتيف 9 وطلعه واكتبه عندك، واكتب كل واحده من دول، شوف مين فيهم هيبقى زيه، هتلاقي الثلاثه هيطلعوا بنفس الشكل، يبقى اول اوف بريفيس ومش عايزك تذاكر معاه. حلو الكلام؟ تعالوا نروح للسؤال اللي بعده. 12 which of the following values is equal to millimeter. طب ده بالايه؟ بالمايكرومتر، وده بالايه؟ بالكيلومتر، وده بالايه؟ جيجا متر، ده فوق خالص. طب وده ايه؟ سنتيمتر. يبقى اقعد احول كل مره، ماشي. طيب هو الرقم 6.2 مليمتر. عشان احوله المايكرو يبقى انا هنزل لتحت، هروح للصغير، يبقى الباور بالبوزيتيف. ما بين الملي والمايكرو كام ستيب واحده، يبقى هنا هاخد نفس الرقم واعمله تايمز 10 to the power 3. هل ده هو ده؟ لا، قال لي بص البوينت هنا متحركه كده، يعني المفروض احرك دي كده، يبقى هكتب تايمز 10 باور نيجاتيف 1. لا، هيطلع هنا الباور 10 باور 2، يبقى ده غلط. تعالى اللي بعده. عايز اتحرك من الملي للكيلو، من الملي للكيلو ده انا من الصغير طالع للكبير، يبقى الباور بتاعي بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب من الملي للمتر ادي ستيب، من المتر للكيلو متر ادي ستيب، يبقى انا عندي 2 ستيبس، يبقى هعمل تايمز 10 to the power نيجاتيف 6. طب هو هنا حرك ديت واحده شمال، يبقى هعمل ديت تايمز 10 باور 1، ما هو واحده شمال. طيب لما اجي اعمل ادنج هيبقى 10 to the power نيجاتيف 5، بس هو كاتبها لي نيجاتيف 4 بيلخبطني، اقول له لا برضو انا فاهم. طب يلا بينا. 86.2 عايز يحولها لجيجا متر، ده هيطلع فوق خالص، يبقى الباور بتاعي بالنيجاتيف برضه ولا لا؟ بالنيجاتيف. طب نيجاتيف كام؟ تعالى نحسبها. من الملي للمتر ادي ستيب، من المتر للكيلو ادي ستيب، من الكيلو للميجا ادي ستيب، من الميجا للجيجا ادي ستيب، 4 ستيبس. 4 تايمز 3 يعني نيجاتيف 12. طبعا هنا ما فيش نيجاتيف خالص، يبقى كمان الاجابه دي غلط. طب يلا بينا. عايز يروح بقى من الملي للسنتيمتر، من الملي للسنتيمتر يعني هيطلع ملي لسنتيمتر. فاكرين الستيب دي كانت بكام؟ برافو عليكم، ب 10. طب انا طالع للكبير يبقى 10 باور نيجاتيف 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 1. لو انت مش فاهم اكتبها على الكالكوليتر. طب النيجاتيف 1 ده هيحرك البوينت من هنا لهنا، هتبقى 8.62، يبقى هي دي الانسر بتاعتي. الاسئله ديت انا باخد وقت طويل لان انا معيش كالكوليتر، انا بحسبها لكم من غير كالكوليتر. انت بالكالكوليتر الدنيا بتخلص معاك بسرعه. تمام؟ انت بتطلع رقم واكتبه على جنب، واحسب الحسبه اللي موجوده اللي هو مديها لك واكتبها على جنب. لو الاثنين قد بعض يبقى دي الانسر، لو مش الاثنين مش قد بعض خلاص مش هي الانسر، وجرب اللي بعدها. Question number 13 بيقول if the volume of an amount of water is 5 meter cube then its volume in liter. ده احنا عايزين نحول لتر يا مستر، ما خدناش اللتر. هقول لك بسرعه على اللتر عشان الموضوع سهل جدا والمفروض ان هو حاجه قديمه. 1 لتر يساوي 1000 سنتيمتر كيوب. طب لما احب احول من حاجه لحاجه قال لي حطها هنا، حط هنا مثلا 3، مش ده 1 to 1000، شوف هيطلع هنا كام. هعمل ده تايمز ده اوفر ده. فهمنا الكلام؟ طيب لو العكس قال لي حط اللي عندك هنا لو هو بالسنتيمتر كيوب وشوف هيطلع باللتر كام. تعالوا نروح نحل السؤال بتاعنا عشان نفهمه اللي انا قصدي عليه. هنا بيقول لي انا عندي 5 متر كيوب واحنا قلنا بنحول لسنتيمتر كيوب. طب عشان احول من متر من متر لسنتيمتر اصلا هعمل تايمز 10 باور 2. فاكرين؟ مش المتر كان تحتيه ديسيمتر، كان تحتيه اهو مش المتر كان تحتيه ديسيمتر، تحتيه سنتيمتر، وقلنا دي ب 10 ودي كمان ب 10 ورايح من الكبير للصغير يبقى 10 باور
2. 10 باور 2. طب ده الكلام ده لو من متر لسنتيمتر، قال لي طب لا ده متر كيوب، يبقى نفس الرقم هحط له كيوب، يعني انا هاخد ال 5 وبعدين معاك بقى، انا هاخد ال 5 اعمل لها تايمز 10 باور 2 وكمان احط لها كيوب، احط على 10 باور 2 بس اوعى تحط على ال 5، يبقى الانسر بتاعتي يبقى 5 تايمز 10 to the power 6 سنتيمتر كيوب. انت عايز تعرف دول كام باللتر؟ طيب تعالوا نكبر هنا شويه، لا تعالوا نروح للصفحه بتاعتنا. احنا قلنا لو انا عندي هنا احط هنا، لا قال لي عندي هنا، قال لي ده 5 تايمز 10 to the power 6 سنتيمتر كيوب، هتبقى هنا بتساوي كام؟ هعمل 1 تايمز ده ديفايدد ده، يبقى الرقم اللي انا عايزه باللتر ده هيبقى عباره عن 1 تايمز 5 تايمز 10 to the power 6 divided 1 ايه 1000. الكلام ده هيطلع 5 تايمز 10 to the power 3 using calculator طبعا. 5 تايمز 10 باور 3 يعني بتكلم على تركز معايا بقى شويه، بتكلم على الانسر بتاعتي تبقى 5 ايه thousands. حلو الكلام؟ السؤال ده طبعا جميل جدا، بيقول لي on the following figure a feather placed next to a ruler drawn with a certain scale so the length of feather is equal to. هو والله عايز الفيذر لينس بتاعها بكام؟ طبعا لو انا مش بادئ من عند الزيرو بعمل حاجه بسيطه جدا، بجيب الرقم الكبير ماينس الرقم الصغير اعرف اللينث بتاعي قد ايه. طيب والله انا لقيتها هنا بادئه من عند ال 10، طب اخر رقم بتاعتي ده 20 ده 30 متقسمه 10 يبقى ده 29 وده 10، فهقول 29 ماينس 10 يطلع 19 وادور على اليونت. وخلي بالك جدا هي اليونت هنا بالايه؟ بالمليمتر، يبقى ده مليمتر وده مليمتر وده مليمتر، يبقى ال 10 دول 10 مليمتر، يبقى ده 19 مليمتر، وتكر جدا من الحته ديت. طيب هنا عندي مليمتر، قال لي عندي مليمتر 1.9، لا والله حضرتك انا 19. طيب هنا مليمتر 2.9، اقول له لا برضه حضرتك انا 19. طب هنا 29 اكيد غلط لان انا 19 هتحول ازاي 29؟ طب تعالى ال 19 بس هنا حسبها بالنانومتر، هقول له والله يعني الموضوع كان عندي 19 مليمتر، عشان اروح للنانو هعدي على المايكرو، وبعدين من المايكرو هروح للنانو، رايح من الكبير للصغير يبقى الباور بالبوزيتيف، كل سكه من دول ب3 يبقى 10 باور 3 و3 يبقى 6، يبقى هي دي الانسر بتاعتي. حلو الكلام؟ لو اتعودنا نحل كتير الموضوع هيبقى سهل. يلا بينا. If x equal 10 جرام y equal 10 كيلو جرام، عايز x plus y، احنا قلنا ينفع نعمل بلس او ماينس لديفرنت يونتس؟ ممنوع. ينفع اجمع جرام بلس كيلو جرام؟ ازاي؟ ينفع اجمع متر بلس سكند؟ ما ينفعش. يبقى انا لازم الاثنين يبقوا شبه بعض، يا اما الاثنين يبقى كيلو جرام يا اما الاثنين يبقى جرام. طب تعالى نبص الانسر، مره اداني بالكيلو جرام، مره اداني بالجرام، مره اداني بالكيلو جرام، مره اداني بالجرام، يبقى لازم اشتغل الشغلانتين. معلش تعالوا واحده واحده، انتوا اشطر من كده والله. الاولانيه 10 جرام والثانيه 10 كيلو جرام. طب ما تيجي نحولها لجرام، عشان احول دي لجرام احنا قلنا الكيلو على طول يعني ايه؟ يعني 1000. طيب لا يا مستر انا عايز اشتغل على السكيل بتاعتي، هنزل من الكيلو للجرام، نازل من الكبير للصغير، يبقى 10 الباور بتاعها بوزيتيف. باور كام؟ دي ستيب واحده يبقى 10 باور 3، يبقى هعمل ده تايمز 10 باور 3 يعني تايمز 1000. طب ده 10 باور 1 وده 10 باور 3 يبقى اكنهم كلهم 10 باور 4. عارفين 10 باور 4 يعني ايه؟ يعني 1 وقدامه 0 فورز، سوري 4 زيرز. تمام؟ يبقى الرقم الثاني هو عباره عن ده بالجرام. طب ما تيجي نعمل لهم ادنج، هيبقى الرقم كده كده طبعا يوزنج كالكليتر بالجرام. هل الرقم ده موجود عندي بالجرام؟ والله قال لي الجرام ده 10 وشويه، اقول له لا معلش الجرام ده 100، لا اقول له شويه ما انا اسف. طب تعالى نحول ده للكيلو جرام. الكيلو جرام احنا لما حولنا للجرام عملنا تايمز 10 باور 3، اما نحوله للكيلو جرام هعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 3. اعمل ده تايمز 10 باور نيجاتيف 3. عارفين معناها ايه؟ قال لي معناها ان انا هحرك البوينت اللي هي اصلا هنا 3 ستيبس، يبقى دي 1 2 3.
يبقى الانسر بتاعتي هتبقى 10.01 كيلو جرام. دي موجوده 10.01 كيلو جرام؟ موجوده طبعا 10.1 كيلو جرام، مش دي. عرفنا الانسر بتاعتنا. الموضوع في ال converting units والله سهل، بس نتدرب عليه شويه. السؤال اللي بعده بيقول لي the pyramids shown in the opposite figure contain about 2 million stones. 2 million ده 6 zeros. The average mass of each stone is 2.5 ton. الله، كل واحدة 2.5. طب بعد إذنك، المليون يعني 10 باور 6 اللي هو 6 زيرو. الطن اللي هو 1000 كيلو جرام. حلو الكلام؟ اللي يعني 10 باور 3 كيلو جرام. ادي الطن. طيب then the mass of pyramids، عايز الماس بتاع كل البيراميد كام؟ والله انت عندك كام ستون؟ قال لي 2 مليون اهو. كل ستون بكام كيلو جرام؟ قال لي حضرتك ب 2.5 تايمز 10 باور 3. لو انت بتشتغل بدماغك 2 تايمز 2.5 تطلع 5. 10 باور 6 تايمز 10 باور 3 يبقى 10 باور 9. يبقى 5 تايمز 10 باور 9 كيلو جرام، مش 10 باور 10 ومش 8 اصلا. 8 دي جت منين؟ يلا بينا السؤال اللي بعده. 17. The Star of Africa diamond is the largest cut diamond in the world. هي دي فعلا حقيقة ان في دايموند كده اسمها افريكا دايموند، دي اكبر دايموند في العالم. Kept in the Tower of London is the volume of this diamond. ادي الفوليوم بتاعها. وركز قوي ان اليونت هنا كيوب، عايز يحولها مليمتر. والله يا مستر بص حضرتك هي 30.2 سنتيمتر، صح الكلام؟ سنتيمتر كيوب. انت عايز تروح من السنتي للملي، هعمل تايمز 10 بس. ما هو الخطوه بتاعتها ب 10 بس، من السنتي للملي. بس هنا كيوب، قال لي هحط لل 10 دي الكيوب. انا خلاص خلصت. طيب هو الرقم ده موجود 30.2 تايمز 10 باور 3؟ موجود. فهمنا الكلام؟ السؤال اللي بعده How many bottles of volume 10,000 centimeter cube is enough to fill tank with capacity 1 meter cube. يعني انا احط كام ازازه عشان املى كونتينر الكباسيتي بتاعته او الفوليوم بتاعته 1 متر كيوب. يعني طب بقول لك ايه، انت عندك افهمها لكم بالراحه كده. انت عندك جيركن ميه، حلو الكلام، بياخد مثلا 1000 نقطة مية، وعندك كوباية، كل كوباية فيها 100 نقطة مية. هو كام كوباية هفضيها في الجيركن ده؟ هتعمل ايه؟ قال لي والله هقسم ال1000 دول على ال100 هعرف عدد الكوبايات. قال لي فانا هعرف هنا ال1 ده لما اعمله ديفايدد للرقم ده هيطلع لي عدد الايه؟ الكوبايات. بس ينفع اعمل ديفايدد وهم ديفرنت يونتس ولا لازم الاثنين يبقوا نفس اليونت؟ طيب الاسهل اعمل ايه؟ اخد ده السنتيمتر او دي للمتر ولا المتر السنتيمتر، دايما حول الصغير عشان ما يبقاش عندك باور في النيجاتيف ويقرفك في الديفيجن. طيب اعمل ده هاته بالسنتيمتر كيوب. والله من المتر للسنتيمتر انا هاخد ال1 اعمله تايمز 10 باور 2، بس خلي بالك ده كيوب يبقى هعمل ال 10 باور 2 ديت باور 3، يبقى اكنه 1 تايمز 10 باور 6 ديفايدد ده. هو ده عباره عن 10 باور كام يا اولاد؟ 4 زيروز يبقى 10 باور 4. موافقين؟ طب 10 باور 6 اوفر 10 باور 4 يعني 10 باور 2. 10 باور 2 يعني 100. السؤال قد كده سهل. يلا بينا السؤال اللي بعده. A ball has radius 1.7 centimeters so its surface area equal. عايز السيرفيس اريا ايكوال. هو السيرفيس اريا بتاعت البول بتساوي ايه يا اولاد؟ ما ادهانيش؟ لا اداني الرول اهو. قال لي الرول بتاع حضرتك اللي هنمشي عليها 4 باي ار باور 2. طب يلا بينا.
يبقى هعمل 4 تايمز باي تايمز ار واعمل لها باور 2. هي الار بتاعتنا كام؟ 1.7. برافو عليك، سنتيمتر. بس الانسرز كلها بالايه؟ بالمتر. قال لي طب ما تيجي نحول ديت لمتر من الاول. هو ال 1.7 عشان يبقى بمتر هعمله تايمز 10 تو ذا باور. مين يقول؟ هو الفرق بين السنتيمتر والمتر كام؟ 2. طب هو انا رايح من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ لا يا مستر من الصغير للكبير، يبقى اعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 2. هحط الرقم ده زي ما هو هنا 1.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 واحط على الكالكليتر. حط على الكالكليتر على طول هيطلع لي الانسر ايه؟ لا هعملها بالكالكليتر انا كمان. هو انا يعني اينشتاين يعني 4 تايمز باي تحت خالص اللي هي شيفت تحت تايمز، وهفتح براكت بقى واحط 1.7 تايمز 10 to the power نيجاتيف 2 واقفل البراكت. انزل بس الاول واقفل البراكت واحط باور 2 فوق. انسر تطلع 3.6 تايمز 10 to the power نيجاتيف 3. الانسر اهي على الكالكليتر من اول ستيب على طول. يلا بينا نروح ل question number 20. بيقول لي of the speed of water flow is 1.44 كيلومتر بير اور. شفتوا كتبتها ازاي؟ هكتبها كده. هو عايزها متر بير سكند عشان احول من الكيلومتر للمتر وعشان احول من الاور للسكند. هي دي اللعبه. بس خلي بالك كل حاجه في مكانها. انا كتبتها صح عشان تبقى كل حاجه في مكانها. انا عايز احول من الكيلومتر للمتر يبقى هعمل تايمز 10 تو باور 3. وعايز احول من الاور للسكند هو عمل تايمز 60 كده حولتها لمينت بس تحت. تايمز 60 كمان حولتها للسكند بس برضو تحت. والله حط الارقام دي بقى كلها على الكالكليتر. انا هكتب ايه على الكالكليتر يا مس؟ هكتب 1.44 تايمز 10 to the power 3 اوفر 60 تايمز 60. اللي هيطلع هيبقى بالمتر بير ايه؟ سكند، اللي انا ممكن اكتبها متر بير سكند باور نيجاتيف 1 لان يطلع السكند من تحت لايه؟ لفوق. يلا بينا 1.44 تايمز 10 to the power 3 divided هكتب على طول 3600 تطلع 2 over 5 اللي هي 0.4. الانسر بتاعنا اهو. يلا بينا نبص على السؤال اللي بعده. If the measuring unit of physical quantity is kilogram meter second. الله على الكلام الجميل. يا مستر ايه ده بتاع ايه؟ مش مهم، مش لازم اعرف حاجه. هو كيلوجرام ده فوق، متر وسكند تحت. طب تعالوا نجيب الدايمنشن فورمولا. احنا بدأنا في اسئله الدايمنشن فورمولا اللي هي الام ال تي، ام ماس، ال لينث، تي تايم. طيب الكيلوجرام متر ده باور اهو، الباور بتاعه فوق يبقى 1 مش هكتبه. المتر ده لينث اهو، الباور بتاعه بس ده تحت، الباور بتاعه 1 هيبقى نيجاتيف 1 عشان يطلع فوق. والسكند ده تايم، التايم تحت هيطلع فوق الباور بتاعه بايه؟ بالنيجاتيف 1. يبقى الانسر بتاعتي نمبر بي. اسئله الدايمنشن فورمولا سهله جدا جدا جدا، اهم حاجه ما تكرههاش. If the dimensional formula of density ده and its measuring unit is kilogram power x meter power y. طب بعد حاجه، هو الكيلوجرام هنا مش ده فوق اوفر اللينث ده اللي هو المتر بس تحت، هو هنا نيجاتيف 3 فوق، تحت يبقى باور كام؟ 3 والسكند مع السلامه باور 0 اكنها ما جاتش. يبقى الكيلو جرام باور كام؟ باور 1. باور 1 والمتر باور كام؟ باور 3. يبقى الاكس بكام؟ الاكس ب 1 والواي بكام؟ الواي ب 3. 1 و 3 الانسر سي، الباقي كله غلط. The opposite table show the measuring unit of some physical quantities. So if the dimensional formula of a specific physical quantity is كذا. خلي بالكم بصوا كتب لكم ايه؟ الام الباور بتاع اكس، ال الباور بتاعها اكس، يبقى الام والال اللي ليهم نفس الباور، ده اول شرط. التي الباور بتاعها نيجاتيف 2 اكس، يعني دبل الباور بس تحت مش فوق. تمام؟ طب يلا بينا. الام ده كيلو جرام
ال ده متر. التايم تحت يبقى هحط سلاش عشان انزله تحت بالسكند. السكند باور كام؟ 2. والله لو ده 1 وده 1 يبقى ده 2. لو ده 2 وده 2 يبقى ده 4. لو ده 3 وده 3 يبقى ده 6. ما هو لو ده اكس ده 2 اكس. طيب ايه اللي عندي؟ الانسر اللي عندي والله عندي كيلو جرام متر بس اول واحده. الباقيين ما مفهومش. لو كيلو جرام ما تلاقيش المتر، لو متر ما تلاقيش الكيلو جرام. هنا ما فيش كيلو جرام يبقى الانسر بتاعتي هي مين؟ الفورس. يبقى الانسر بتاعتي الفورس نمبر 8. الموضوع سهل جدا جدا جدا. Question number 24. If the dimensional formula of quantity is m L power 2 t power negative 2 and the dimensional formula of quantity b is m L power 2 t power negative 2 ليهم نفس الدايمنشنال فورمولا يا اولاد ولا لا؟ ليهم نفس الدايمنشن؟ يبقى انا اقدر اعمل لهم بلس وماينس ولا لا؟ ولما اعمل لهم بلس وماينس هيطلعوا نفس الانسر ولا لا؟ يبقى انا اقدر اعمل لهم بلس وماينس لان هم نفس اليونت واطلع الانسر بتاعتهم نفس اليونت بتاعتهم. طيب قال لي والله انا هعمل 2 بي، هي 2 تفرق معايا؟ يعني انا عندي متر بقى 2 متر، اليونت اتغيرت، يبقى 2 دي كونستنت ده ما بيفرقش معايا، كوفيشنت ده ما يفرقش معايا، يبقى ده هتفضل نفس اليونت ماينس نفس اليونت، يبقى الانسر بتاعتي هتطلع نفس الايه؟ اليونت. طيب has dimensional formula of نفس اليونت m l باور 2 t باور نيجاتيف 2 m l باور 2 t باور نيجاتيف 2 هو ده الانسر. طبعا الحاجات الثانيه ما تنفعش. طب لو عملت لهم تايمز بعض، قال لي لا لو عملت لهم تايمز بعض تعالى انا هعمل هنا ادنج للباور، يبقى عندي ام وام كمان يبقى ام باور 2 ال باور 2 ال باور 2 كمان تبقى ال باور 4 تي باور نيجاتيف 2 تي باور نيجاتيف 2 تبقى تي باور نيجاتيف 4. طب معنى كده ان انا في البلس والماينس تبدا اليونت زي ما هي. طب والتايمز والديفايد؟ اي لا بعمل ادنج او سبتراكتنج للباورز. 25. If the dimensional formula of both quantities x and y is L t power negative 1 امسك نفسك. And the dimensional formula of quantity z is كذا، دول مختلفين، يعني الاكس والواي نفس اليونت يبقى ممكن اعمل لهم ادنج عادي. Then dimensional formula of the quantity k اللي هي ايه بقى؟ x equal y plus z k. ده انا لازم اجيب الكي لوحدها، لازم اعمل ايزوليتنج للكي في سايد لوحدها عشان اعرف اليونت بتاعتها. طيب انت هنشتغلوا شويه ماس يعني؟ حاضر. طيب والله الايكويشن كانت بتقول x equal y plus z k. انا عايز الكي لوحدها. ابدا شيل من هنا وودي الناحيه الثانيه. اول حاجه هنشيلها مين؟ الواي. يبقى z k equal x، الواي بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف. حد زعلان؟ طيب الزد هنا بالايه؟ بالتايمز. اما تيجي تروح الناحيه الثانيه تروح بالديفايد، يبقى الاكس ايكوال اكس ماينس واي اوفر زد. خلاص انا وصلت. بعد اذن حضرتك تعالى كلمني عن اليونتس. هما الاكس والواي ليهم نفس اليونت؟ يبقى انا ممكن اعمل لهم ماينس ولا لا؟ طب والانسر بتاعتهم هتطلع نفس اليونت، يبقى اليونت اللي فوق هي عباره عن ال تي باور نيجاتيف 1 اوفر اليونت اللي تحت يونت زد اللي هي ال تي باور نيجاتيف 2. طب ما هي سهله، هي ال n باور 1. يلا نعمل ادنج للباورز مع بعض. ال n اللي فوق باور 1 وال n اللي تحت باور نيجاتيف 1، يعني ال باور 0 يعني باي باي اكنها مش موجوده، يبقى ال n مش موجود. طيب التي اللي فوق باور نيجاتيف 1 والتي اللي تحت باور نيجاتيف 2 لما تطلع فوق تبقى تي باور 2. اعمل لهم ادنج يبقى تي باور 1. يبقى الانسر بتاعتي ال باور 0 باي باي تي باور 1 يبقى هي تي باور 1. يبقى الانسر بتاعي نمبر دي. يا رب تكونوا فاهمين المسائل البسيطه ديت. طيب if F is the force that acts on a static body of mass m to reach speed v time t, then the two physical quantities m v and ft have knowing that. راح مديني القانون بتاع الاف عشان هو مش عندي والقانون بتاع الفي لو هو مش عندي، او دايمنشن فورم بتاعت الاف دايمنشن بتاعت التي. طيب هو عايز الام في ادرسه لوحده وعايز الاف تي ادرسه لوحده، وبعدين اشوف بقى هم سيم دايمنشن فورمولا ولا لا. تعالوا نبدا بالام في.
الام في. الام يعني ايه؟ قال لي والله ان هي الماس، فوق ماس ام، يبقى بتتقاس بالام ماس. طب والفي؟ قال لي هو ادهاني ال تي باور نيجاتيف 1. خلاص انا كده جبت الجزء الاولاني. تعال نجيب الجزء الثاني اللي هو اف تي. الاف ادهاني، شكرا يا عم، تايمز تي. طب ما انا هعمل ادنج للباورز بتاعت تي، ده باور نيجاتيف 2 ده باور نيجاتيف 1، هيبقى ام ال تي باور نيجاتيف 1. هو ده هو ده ولا مش هو ده؟ يبقى الاثنين ليهم نفس تمام. different dimensions same dimensions، طبعا same dimensions، وعلى فكره الاثنين اسمهم moments. Question number 27. The relative speed of a train moving of speed v1 when the driver of another train moving in the opposite direction of speed v2. وخلي بالكم قوي من opposite direction. طيب observe it equals v1 plus v2 while the relative density of liquid equal the ratio between the density of liquid and density of water. عايز ايه يا عم؟ then خلي بالكم، ركز معايا. هو اداني تو رولز كده وعايز اطلع الدايمنشن فورمولا بتاعت كل رول. الرول الاولاني قال لي ان الفيلوسيتي هي v1 بلس v2. هو احنا قلنا لو دي ليها يونت ودي ليها يونت ممكن اعمل لهم بلس امتى؟ لما يكونوا الاثنين نفس اليونت. والانسر بتاعتي هيطلع برضه سيم يونت او سيم دايمنشن فورمولا، صح الكلام؟ طيب يبقى v1 بلس v2 اللي هو سماها عندي سماها عندي ايه؟ سبيد، هي ريلاتيف سبيد بقى، ما قاليش عليها فوق بس قال لي عليها تحت بجد. الريلاتيف سبيد هيبقى ليها دايمنشن ولا مالهاش دايمنشنز؟ طبعا ليها دايمنشنز لان انا عملت بلس. طب تعالوا معايا بقى، لما اجي اتكلم على الدانستي اهي الريلاتيف دانستي is a liquid equal ratio. كلمه ريشيو يعني بعمل division between density and density. طب بعد اذن حضرتك مش الدانستي اللي فوق والدانستي اللي تحت ليهم نفس اليونتس؟ يعني تعالوا نتخيل كده ام ال تي اوفر ام ال تي، الام اللي فوق باور 1 واللي تحت باور نيجاتيف 1 باي باي 1 نيجاتيف 1 باي باي 1 نيجاتيف 1 باي باي. يبقى الحاجه اللي هتطلع ليها يونت؟ لا مالهاش يونت. يبقى الريشيو دايما مالهاش يونت، والكلام ده كنا بنقول لكم كتير يا جماعه. الريشيو مالهاش يونت، الريشيو مالهاش يونت، مالهاش دايمنشن فورم، هاز نو دايمنشن فورم. الانسر سي. واسمع مني الاكزامبل البسيط ده. لو قلت لحضرتك الفرق بين الطول بتاع حضرتك وطول باباك نص الطول بالظبط 1/2، هل معنى كده ان حضرتك 1 سنتيمتر وبابا 2 سنتيمتر؟ او حضرتك 1 متر وبابا 2 متر؟ ولا دي اسمها ريشيو ريليشن عشان تعبر عن الفرق بين حضرتك، الفرق بين عمر حضرتك وعمر باباك 1 to 3. حلو الكلام؟ معنى كده ان حضرتك عندك سنه وبابا عنده 3 سنين. فهمتوا الكلام؟ دي ريشيو يبقى ملهاش يونت. يعني لما اقول 1/2 بسكت، 1/3 بسكت، ده ريشيو ملهاش يونت. افتكروا الحته دي عشان هتنفعنا قدام قوي. فالريلاتيف دانستي ملهاش، لكن الريلاتيف سبيد عشان هي بتيجي بالبلس والماينس ليها يونت. طيب if the equation، السؤال الجميل ده، x equal a t power 2 plus bt describe the dimensions the motion of a body and quantity x. خلي بالك بقى. And the quantity x has the length dimension and the quantity t has the time dimension. Then the dimension of each of the quantities a and b. بالراحة كده. الاكس قال لي ان هي length، فانا هكتب بدل الاكس length equal a t power 2 قال لي ان هو time يبقى t power 2 plus b t. وركز معايا جدا 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 يا مستر، انت قلت لي ما ينفعش نعمل بلس غير لما الاثنين يكونوا ليهم نفس اليونت. معنى كده ان بي تي ليها نفس اليونت بتاعت الاي تي باور 2 والانسر كمان ليهم نفس اليونت ولا مالهمش نفس اليونت؟ قال لي يبقى كمان الانسر بتاع كل واحده فيهم اليونت بتاعتها هي اللينث.
يعني انت عايز تقول لي ان البي تي المفروض ان هي بتساوي اللينس في الدايمنشنال فورمولا؟ اقول لك طب انا عايز البي لوحدها، طب التي علاقتها هنا ايه؟ تايمز، وديها هناك بالديفايدد او وديها بالباور -1. صح الكلام؟ وعايز كمان تقول لي ان ده اللي هي ال A T باور 2 ليها نفس اليونت بتاعت اللينث؟ طب ال T باور 2 علاقتها هنا بايه؟ بالتايمز، وديها بالديفايدد او وديها بال T باور -2. يبقى انا جبت ال B وجبت ال A، ال B L باور T باور -1 دي ودي، وال A L T باور -2 دي ودي، يبقى الانسر بتاعتي نمبر C. فهمنا الكلام؟ In an experiment to find the speed of sound in air by using closed tube, if you know that the relation between the frequency F and the sound wave in the tube of length كلام كتير معرفوش، وراح مديني رول هنا. frequency equal تمام. By neglecting the effect of radius of the tube, so the value of constant n عايز يعرف ال n ده بكام. Using dimensional formula, knowing that the frequency is measured in second power -1 يعني t باور -1. طيب بعد اذن حضرتك همشي على واحده واحده مع الرول بتاعتنا. ال f قال لي second باور -1 يعني t باور -1 equals 1 over 4. هي 1 over 4 ليها dimensional formula؟ شكرا. ال v ايه هو ال v؟ قال لي سبيد اوف ساوند. والله احنا خدنا السبيد دايمنشن فورمولا. هو السبيد، طب انا مستر ناسي، هو السبيد عباره عن ايه؟ distance over time. distance over time، distance يعني length، time يعني t، يعني l over t، يعني l t باور -1. يبقى l t باور -1 ده مين ده؟ ده الفيلوسيتي. طب ال l قال لي ايه هو ال l؟ قال لي حضرتك ده length. ال l ده ايه؟ length، حط ال l. بس ال L ليها باور N ما نعرفوش، وهو ده اللي عايزين نجيبه. موافقين؟ طيب. يبقى انا هعمل الاثنين دول تايمز بعض يعني بعمل ادنج للايه؟ للباورز. هنا T باور -1 خليها مستنيه شويه. هنا ال L وال L، ال L دي باورها 1 وال L دي باورها 2، بعمل ادنج للباورز لان السيم بيز تايمز T باور -1. هو التي باور -1 طلعت لي هنا، تمام، يبقى التي خلاص عرفنا. ال ديت اختفت هنا، يعني اكن هنا في ال باور ايه؟ 0. طب ما لازم الباورز اللي هنا تبقى ايكوال للباورز اللي هنا. طب الباور ده -1 موجود هنا -1. طب ده الزيرو اللي هو بيساوي كام؟ 1 بلس ان، يبقى 1 بلس ان ايكوال 0، يبقى ال n بكام يا ولاد؟ حلو الكلام؟ نكمل على الجزء اللي جاي اللي هو جزء الايرورز. From the examples of direct measurements، احنا قلنا انا عندي نوعين من الميجرمنتس، دايركت واندايركت، واقول لكم بسرعه الفرق. الدايركت ان انا بعمل ميجرمنت مره واحده، بقيس طول الارض ديت مره واحده. فلو جبت متر تيب وقيستها مره واحده. طب وهي نفس الميجر ممكن اعملها اندايركت ميجر؟ لو مسكت الرولر وقعدت اقيس واعمل بلس 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 بلس، يبقى انت عملت ماثيماتيكال ايكويشن، يبقى انت عملت اندايركت ميجر. يبقى الفرق بين دايركت والاندايركت، الاندايركت بعمل ميجرنج مره واحده، الاندايركت بعمل ميجرنج اكتر من مره وبعدين اعمل ايه؟ تايمز ديفايدد. يبقى اي حاجه ديرايفد اكيد بتتقاس اندايركت الا لو كان ليها التول بتاعتها. تمام؟ زي الدانستي مثلا، ده السؤال اللي بيجي على طول. الدانستي اندايركت لانها ماس اوفر فوليوم، فبقيس الماس لوحده بقيس الفوليوم. طب لو قستها بحاجه بتقيس الدانستي على طول، قال لي يبقى دي دايركت. يبقى الحاجه دايركت، الحاجه الاندايركت، ونعمل لها ماثيماتيكال ايكويشن. طيب هو ايه الدايركت هنا؟ ايه هو الدايركت ميجر؟ قال لي ماس اوف بادي باي بالانس. انا وقفت على البالانس مره واحده قست الماس، يبقى دي دايركت. صح الكلام؟ اريا اوف ذا روم، اريا اوف ذا روم يعني لازم اعمل لينس تايمز ويتس، لا دي ما ينفعش. طيب فوليوم اوف كيوبويد of measuring by length width height، يعني هعمل length times width times height، يبقى هعمل math. شكرا. density of a liquid measuring by its mass and volume، يعني هعمل mass divided volume، يبقى غلط. يبقى الحاجه الوحيده اللي دايركت عندي mass of a body using a balance. Question number 31 from the examples of indirect measurements
indirect بقى، يبقى انا هعمل ماس هنا، انا عايز اللي هيتعمل فيه ماس. يلا بينا. density using hydrometer. ايه الهيدروميتر ده؟ قال لي ده جهاز بيقيس الدنستي مره واحده. مره واحده يبقى ده ايه؟ دايركت، وهو ده اللي بتكلم عليه. يبقى ده دايركت، بس انا بدور على الاندايركت يبقى اقول لي ده لا شكرا. height of a person by meter، ده انت هتقيسه مره واحده، لا انا مش عايز مره واحده. mass of a body of a balance، لا طبعا ده دايركت، انا هقف على الفوليوم by measuring its ايه؟ length. الكيو length times length times length، يبقى انا هقيس اللينس واعمله ده تايمز ده تايمز ده، يبقى هو ده الاندايركت. طيب السؤال اللي بعده. The measurement process shown in the opposite figure is considered as measurements. The measurement process show in the opposite figure. فين؟ انا مش شايف الاوبوزيت فيجر. الراجل ده بيقيس صح؟ حط الحاجه في الجراديويت تيوبس، وقف بيبص عليها وحط عينيه قدام اللاين بتاعها بالظبط، يبقى الراجل ده بيقيس صح اولا، صح؟ وبيقيسها هيشوف الرقم يقول مثلا 25. هو هنا هيعمل ماثيماتيكال ايكويشن ولا حاجه، ولا بيقيس الفوليوم 25 على طول من مره واحده؟ مره واحده. يبقى الراجل ده بيقيس بالدايركت على طول مش ان دايركت. مفيش حاجه اسمها كومبلكس كومبليكيتد، الكلام ده ان شاء الله في الريليشنز بس. تمام. Question number 33. The opposite figure show an ammeter when there is no electric current. الاميتر ده مفيش كهرباء ماشيه فيه، بس لو تاخدوا بالكم هو مشاور فوق الزيرو بشويه، في ديفولت شويه كده، يعني هو اصلا اللاين بتاعه العقرب بتاعه ده الارم بتاعه جاي شويه فوق الزيرو. فلما اجي اوصل له كهرباء، يعني انا وصلت له هو اصلا حبه شويه 0.2، لما اجي اديله 2 امبير هيقرا 2 امبير ولا 2 امبير والحبه دول او الشويه دول هيبقى 2.2 يعني. فهمنا الكلام؟ ادي السؤال بيقول كده. قال لي طب خلاص احنا هنحطه اميتر وان كارنت انتنسيتي 3 امبير، هيبقى 3 ولا 3 وشويه؟ 3 وشويه، ده 2 وشويه، شكرا. ده 3 بالظبط، ده هو لو كان سليم كان قرا 3 بالظبط. دي 3 وشويه دي شغاله، لا ده واقف ما اشتغلش خالص، يبقى الانسر بتاعتي سي. Which of the following procedures is the right procedure to look at the scale of graduate cylinder؟ احنا قلنا لازم نبص بالظبط كده، الانسر بتاعتنا سي. When measuring the current intensity in an electric circuit, the intensity was expected to 2.5 ampere. المفروض انها تبقى 2.5 امبير. So which of the following ammeter is the most appropriate for measuring current؟ طيب انا عايز 2.5 امبير، فما تجيبليش امبير بيقرا 100 200 300، مش هينفع. يعني في واحد هنا 10 20 30، انا هدور على 2.5 مش هعرف اقراها، فده ما ينفعش. تمام؟ 100 200 300 اقول له ما ينفعش. انا عايز 2.5 امبير. طيب امبير ده بالملي امبير، انا عشان اوصل ل 2.5 امبير اعملها اوصلها ملي، اعمل تايمز 1000 يبقى 2500 ملي امبير. ده مش هيوصل ل 2500، ده اخره 4 ملي امبير. ده لو وصلت له 2.5 امبير هنتصل بالمطافي، يبقى ده كمان ما ينفعش. يبقى الوحيد اللي ينفع 2.5 هو الانسر ديت، هو ده السيوتبل بتاعنا. ونروح خلاص الاسئله بقى الاسي انجوي مع بعض وهنحلها مع بعض في الحصه كده. الامتحانات بتاعتنا الحمد لله كلها تشويسز كده. دي الحصه الثانيه اللي بنحل فيها الهوم ورك عشان نرتب تفكيرنا صح. زي ما انتم شايفين دايمنشن فورمولا خفتوا منها في الحصه، اشتغلنا ماث كتير في الحصه بس هي سهله جدا. ربنا يوفقكم من فضلكم، حلوا وبعدين شوفوا الحل ايه عشان تتعلموا الصح ايه من غلطكم. محدش بيتعلم من حد، اللي بيتعلم من نفسه. اتعلم من غلطك لو سمحت. لو غلطك عرفت ايه غلط حليته هتعرف الصح وعمرك ما هتغلط فيه تاني. يلا باي باي، شدوا حيلكم.